السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة هقول لكم ايه فوائد المخللات وايه اضرار المخلل. يا جماعة مش مجرد حاجة بناكلها عشان تفتح نفسنا على المخلل، ممكن يكون علاج وممكن يكون حاجة ضارة جدا. تعالوا اقول لكم امتى يكون علاج وامتى يضر. على سبيل المثال النهاردة انا عندي 3 كيلو لفت هعمله، والحاجة عملتها لازم يكون مغسول كويس جدا ومنضفاه من اي شوائب، وبكون غاسلة البرطمان اللي انا هعمله فيه ومعقمه. ومهم كمان ان انا اتخلص من الكلور اللي في الميه، ان ميه الحنفيه بيبقى فيها كلور زي ما احنا عارفين. بما ان انا اغليها واستنى عليها لما احضر الكميه اللي انا محتاجه لها من بالليل واسيبها لتاني يوم علشان تبقى اتخلصت من الكلور. دلوقتي انا بنضف اللفت من اي حاجه موجوده فيه وهقطعه. لازم اكون مختاره اللفت اللي يكون جامد مش طري من جوه، ودايما اي مخللات بنعملها بنختار الخضار اللي بيكون جامد يعني ناشف. بعد ما بخلص الكميه بتاعه اللفت تقطيع بحطها في مصفى وبرش عليها ملح. الخطوه دي جدتي قالت لي ان هي بتخلصنا من الريحه اللي في اللفت. بسيب كده اللفت في المصفى لمده ساعتين. انا نسيت احط حاجه تحت المصفى، ففي ثواني نزل الميه. طريقة التخليل دي يا جماعة اسمها طريقة التخليل اللاكتيكي، يعني بوجود اللفت في المية أو المحلول اللي هنخلله فيه خرج مادة اسمها اللاكتيل. اللاكتيل دي مادة مفيدة جدا، بتنتج البكتيريا النافعة، بتساعد الجهاز الهضمي على انه يقوم بوظائفه سليم. دي كمية المية اللي خرجت بعد ساعتين، وبكده اتخلصنا من الريحة النفاذة اللي في اللفت. هشطف اللفت كويس واحضر المحلول عبارة عن مية وملح صخري. انا هنا مستخدمة ملح عادي اني ملقتش صخري او بحري، يعني مستخدمة لكل لتر من المية 3 معالق. ودي بنجراية مقطعة صغير قوي، حجم البنجراية متوسط. هحط بعد كده حوالي ربع كوباية خل على اللتر. كمية الخل دي مش كتيرة ابدا، لان انا هزود كمية المية لتر وانا محتاجة اكتر من لتر، عندي 3 كيلو لتر. بقلب الخليط كويس علشان الملح يدوب. كده اللفت خلاص اتصفى من مية الشطف. احضر البرطمان، لازم يكون ناشف وكويس متعقم. ابدأ احط كمية من اللفت، وبعد كده احط شوية من المحلول. كل ما احط كمية احط شوية من المحلول اللي انا عاملاه لحد البرطمان ما يتملى، وهكذا. اللفت كويس قوي 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 للصحة يا جماعة. اللفت لو حد ضغطه عالي ممكن ياكل لفتاية او نص لفتاية نية، بتظبط الضغط. عايزة اقول لكم ان طريقة التخليل دي هي الطريقة الصح. يا ريت ما حدش يستخدم الطريقة السريعة لان هي مضرة جدا. عيدان اللفت انا ما رميتهاش انها ما ملتش البرطمان، انا خرجت من التلاجة كام خيارة كده قطعتهم وحطيتهم عليهم. وبعد ما مليت البرطمانات سبتهم نص ساعة عريانين ما يتغطوا، يعني علشان يخرجوا الهواء اللي جواه. وبعد نص ساعة بدأت أغطيهم وأقلبهم برضو علشان لو كان فيه هوا تاني لسه ما خرجش يخرج. ليه أنا بعمل كده؟ علشان الهوا لما بيبقى في المخلل يعمل الطبقة البيضاء اللي هي زي العفن بسبب وجود الأكسجين جوه البرطمانات. مية اللفت يا جماعة أو مية المخلل اللي معمولة بالطريقة الصحيحة دي هي جدا. يعاني من الزغطة دايما يشرب منها، اللي بيعاني من التشنجات وهو صاحي الصبح يعني في الصوابع في رجليه يشرب منها. فوائد مية اللفت دي سر قالهولي ابويا الله يرحمه. البرطمانات هنا انا مبيتها لتاني يوم عشان اتاكد ان الاكسجين طلع منها، وبعد 14 يوم بالظبط بفتح عليه. مرة كمان يا جماعة نصيحة، ما تستخدموش الطريقة السريعة للتخليل لانها بتزود الضغط، لان فيها نسبة املاح مش مظبوط. هنا قايلين 3 معالق لكل لتر. المخلل ما شاء الله طعمه ما كانش حادق ابدا، عادب، وكان ما شاء الله مقرمش جدا. فضل لاخر حبايه مقرميه، فضلت لاخر واحده باللون ده اللي انتوا شايفين. اهتموا بصحتكم، استخدموا الطرق الصح للاغذيه، مفيش اغلى من صحتكم. وبكده عرفنا ان المخلل مش مجرد فاتح شهية،
وبالمناسبة عايزة اقول لكم انه كمان بيعالج ارتجاع المريء. زي ما قلت لكم انا ما حطيتش اي اضافات غير الملح والبنجر مع المية والخل. ممكن كمان نستغنى عن الخل، في ناس بتحط سكر، في ناس بتحط ملح ليمون. ورأيكم طبعا بلاش يا يهمني. جماعة الاضافات الزايدة دي لان هي بتأذي الصحة. لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تاخدوا جولة في القناة وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات اللي موجودة عليه، وقولوا لي ايه الوصفة اللي عجبتكم وايه الوصفة اللي ما حبيتوهاش. وبس ما تنسوش تعملوا لايك بس لو الفيديو عجبكم، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة. عايزة اقول لكم لون الخيار بعد ما استوى بعد التخليل لونه بقى رهيب. سيبكم من اللون الوردي كده اللي باين في الخيار، اللون الغامق اللي هو على الجدار بتاع الخيارة نفسها بيبين ان طريقة التمليح بتاعتها صح، رغم ان الخيار كان متقطع الا انه كان مقرمش لاخر لحظة. خيارة كده كانت متماسكة، ما كانتش طرية ومايعة. عايزة اقول لكم لو تلاحظوا ان انا في بداية الفيديو كنت عمالة اكل من الخيار، اول ما طلعته نسيت ان انا بصور اصلا. انا عمالة اكل منه لان طعمه يعني مش حاسة ان هو حادق، يعني الملوحة بتاعته معتدلة كده ولذيذة. جربوا الطريقة دي وما تنسوش لايك للفيديو. باي باي.